هي دي الفكره، هو ده الذكاء العاطفي، انك تبقى في علاقتك بالاخرين علاقه قايمه على انك فاهم انت حاسس بايه وعايز ايه، وفاهم اللي قدامك حاسس بايه وعايز ايه، وفاهم صفاته الشخصيه ايه، وبعد ما تفهم انت وهو ايه هتتعامل انت بقى معاه ازاي، المفروض ان انا اتعامل معاه ازاي، اقرب منه، ابعد عنه، احفزه، اضايقه، اشد عليه، اوجهه، اقبل، ارفض، اتعامل معاه ازاي. انا عايز اروح بعد اذنك، او انا النهارده مش هقدر اكمل مثلا الشغل عشان انا مصدع شويه. انا فهمت اللي قدامي، فهمت الموقف بتاعه عامل ازاي، فهمت تفكيره عامل ازاي. انا في الموقف ده مش المفروض ان انا اتعاطف معاه، المفروض اقول له ايه، معلش كمل كمان شويه، معلش خد اسبرينا للصداع، شوف لو عندك حاجه تعباك ممكن تعمل كوبايه شاي، اغسل وشك. يعني التفاعل مش كله شكل واحد، يعني احيانا التعاطف بيبقى هو التفاعل المناسب، احيانا بيبقى ان انا اغير طريقته او اغير تفكيره بيبقى هو ده التفاعل المناسب، احيانا بان انا بمعرفتي بقى بالشخصيه اللي قدامي ان هو شخصيه كسوله او شخصيه اعتماديه او شخصيه مثلا بتهرب من المسؤوليه، ان انا اوجهه ان هو يرجع تاني لشغله. في شخصيه تانية بتهبط بعد شويه وقت، بتشتغل كويس قوي بعدين فجاه يحصل له ايه، مزاجه يقل او رغبته في العمل او الحماس بتقل، فانا مثلا بحفزه ان هو يستمر ويكمل بحوافز كتير، اوعده بحاجه، اجيب له حاجه، اعمل له حاجه، افكره بالنتيجه اللي احنا نوصل لها. الفكره كلها ان انا كمان بما ان انا فهمت اللي قدامي وفهمت مشاعره بتفاعل مع الاهم ازاي اتحكم في علاقتي بالاخر بقى. طيب بما ان انا عارف ان فلان الفلاني صفاته الشخصيه انه مثلا انسان طموح، وطموحه مادي الى حد ما، بيهمه الفلوس او بيهمه الماديات، يكسب مكسب معين او هو بيجري ورا حاجه معينه، وانا عارف عن نفسي ان انا مش مرتاح للشخصيه دي بالطريقه دي، لكن انا كمان عارف جوايا ان انا عايزه ينفذ عمل معين انا عايزه يعمله لي. طب هل انا بقى من خلال معرفتي بنفسي انا عرفت انا عايز ايه، وعارف هو عايز ايه، وعارف هو شخصيته صفاتها ايه، ازاي اتحكم بقى انا في العلاقه بحيث ان انا اوصله اللي انا عايزه، واللي هو في الاخر برضه يفهم ان هو ده اللي هو عايزه. هي دي الفكره، هو ده الذكاء. بعد انا بقى ما اتعاملت معاه اوصل في ايه بقى في الاخر، المفروض ان انا اوصل في ايه في الاخر. احنا قاعدين القعده ديت عشان في الاخر خالص هو قاعد يفضفض او قاعد يتكلم او قاعد يقول على حاجه تعبان، موقف مثلا، يعني انا بضرب مثل، يبقى انا جوايا اللي جوايا دلوقتي احساسي بان انا عايز ان انا اقف جنب حد او اساعد حد في موقف معين، ده يحسسني بالراحه النفسيه، او انا احس ان ده دوري الحقيقي اللي انا بقوم بيه، ده جوايا، ده انا عرفته عن نفسي. واللي قدامي عارف ان هو ضعيف في موقف معين مش عارف يتصرف، يبقى انا عرفت اللي قدامي. طيب معرفتي بصفاته الشخصيه بتقول ان هو بيتلبخ او بيغرق في شبر ميه زي ما بيقولوا، هو مش هيعرف ياخد قرار، فانا عرفت الصفات الشخصيه بتاعته. التوجيه بقى العلاقه، عايز اوصل بقى في الاخر خالص بالعلاقه دي، اتحكم في العلاقه ديت ازاي، بان انا اقعده في مكان مفيش فيه مقاطعات، مفيش فيه حاجه هتبوظ لنا القعده ديت، واخليه احفزه ان هو يتكلم واخد ودي معاه، بحيث ان انا اخليه يقول اللي عنده واسمع له كويس، ما اقطعوش كتير. لغه الجسد بتاعتي وانا بسمع له اكون اذا كان بيتكلم في حاجه مضايقاه اديله احساسي بصدق بان انا فعلا زعلان، او ان انا مستغرب، او ان انا فرحان للي هو بيحكيه، او ان انا بقول له يلا وبشجعه على اللي هو بيعمله، يعني بديله تفاعل بيحسسه بان هو يستمر في ان هو يحكي باللي بيحكيه، يكمل اللي بيقوله، عشان اوصل في الاخر خالص ان انا مثلا ايه، اقول له وجهة نظر، اقول له نصيحتي حتى بشكل غير مباشر، بحيث ان انا اساعده انه ياخد قرار في الموقف اللي هو عايش فيه او شغال فيه او هو لجأ لي فيه. النقطة الثالثة يا جماعة في الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي، ان هو اساسا قايم على العاطفه، فقدر قيمه العاطفه، يعني هو الموضوع كله احساس، الموضوع كله شعور، يعني بالتالي ما هوش ذكاء عقلي. انت ممكن تبقى شاطر قوي في الدراسه وشاطر قوي في الكليه او شاطر قوي في شغلك، لكن انا اسف سوري يعني ضعيف او متوسط او غبي في التعاملات مع الاخرين او في علاقتك بالاخرين.
فبالتالي انت بتبقى عندك مشكله في الحته ديت. فاحنا هدفنا من الحلقه ديت ان احنا نقول ازاي نفهم يعني ايه ذكاء عاطفي، وازاي نحترم العاطفه اللي جوانا واللي عند غيرنا، وبالتالي ان ازاي نعمل كوكتيل بقى من التعامل بحيث ان انا اقدر في الاخر خالص اكسب اللي قدامي ويبقى علاقتي بيه كويسه، ويبقى بيني وبينه حميميه وحب وقرب، ودايما هو يحب يبقى يتكلم معايا، يحب يحكي لي، يحب ياخد رايي، يبقى انا قريب منه، انا اول حد يلجأ له في التعامل. لو طلبت منه اي طلب ابقى دايما عزيز عليه وغالي عنده وليه قيمه عنده. انا انسان محبوب او قريب من الناس. ده ذكاء عاطفي بينمي العلاقات، والعلاقات طبعا لا تخفى على احد انها كنز من الكنوز. زي ما انا ممكن عندي كنز في المال، عندي فلوس، زي ما انا عندي كنز في الوقت، عندي وقت اقدر اعمل اللي انا عايزه، كذلك الكنز بتاع العلاقات. عندي علاقات كويسه جدا بتدفيني لما اكون حاسس ان انا قلقان او خايف، بيقفوا جنبي في اي موقف فيه شده، بيساعدوني ان انا اوصل لاي حاجه عايز اوصل لها، بيفتحوا لي ابواب انا مش عارف احقق فيها حاجه لان هم شغالين في المجال دوت او عندهم علاقات في المجال دوت. يعني العلاقات كنز تاني، مش هنتكلم في العلاقات لانها لا حلقه خاصه. دي حاجه كويسه قوي. ميزه الذكاء العاطفي ان هو مكتسب، يعني انا اقدر من خلال التدريب او من خلال ان انا اراعي حاجات معينه ابقى ذكي عاطفيا، عندي ذكاء عاطفي، عكس الذكاء الفطري العادي اللي هو التاني، لانه ذكاء بنولد بيه، عندنا جينات معينه، عندنا قدرات عقليه معينه، عندنا صفات معينه بتخلي الانسان يكون ذكي عموما. لكن انا بتكلم عن الذكاء العاطفي انه ميزته بقى انه مش هقول ايه اصل انا ما اتولدتش ذكي عاطفيا، اصل انا الجينات بتاعتي او فطرتي او قدراتي ما فيهاش ذكاء عاطفي، لا هو احنا نقدر نكتسبه. مهم نتكلم يا جماعه عن لغه الجسد زي ما قلت لحضراتكم. مهم قوي وانت بتتكلم عن اللي قدامك، انفعالاتك ووشك وحركاتك وكتافك، قعدتك، مقاطعتك له، ما تقاطعوش كتير او تقاطعه في حتت معينه لما تحس ان هو بيشرد او بيبعد او مش عارف يكمل في الحته اللي كان بيتكلم فيها. الايماءات بتاعتك، النظرات بتاعتك، حركه حواجبك، تبريئه عينيك، نبره صوتك، في حاجات كتير جدا اخد بالي منها وانا بتكلم على اللي قدامي عشان احفزه انه هو يقدر يكمل الحوار اللي انا بكلموا عليه. لان اساسا يعني معظم الناس اللي انا بتكلم معاهم بيبقوا في الغالب يعني بيبقوا عندهم مشكله ان هو عايز يتكلم بس، عايز يحكي، عايز يفضفض، عايز يعبر، عايز هو ممكن توضح له نفسه وايه اللي جواه وهو ياخد القرار لوحده، بس هو محتاج يسمع صوته من خلال قعده مع حد تاني، بس حد بيثق فيه، حد ممكن يقول له سر ومبقاش قلقان، حد ممكن يوجهه او يقربه او يساعده ان هو يرتب نفسه من جوه وهو بيتكلم. فده ذكاء عاطفي. المهم كمان ان انا الاقي نقط التقاء. افرض انا بسمع لك والاقي ان انت اللي بتقوله ده عمال تتكلم وتقول وانا فشلت بسبب ان هم قفلوا الباب بدري، او انهم طلبوا ورقه زياده وانا بقدم في الوظيفه الفلانيه، او ان هم اشترطوا عدد سنين. يعني ممكن الاقي اللي بيقوله مش مظبوط، انا شايف ان هو اللي بيتكلم غلط. مش معنى ان انا شايف ان هو بيتكلم غلط ان انا اقول له انت غلط بشكل مباشر او شكل يفزعه او يقلقه او يخليه يقفش مني او ما يعرفش يكمل كلامه معايا. المهم ان انا ازاي حتى وانا بوجه له مثلا، ازاي معقول يعني الورقه دي مهمه قوي كده؟ طب انت شايف انه كان ممكن اصلا ان هم يقبلوك في الوظيفه ديت من غير ما تقدم الشهاده ديت؟ يا سيدي كان مش مشكله، كنا رحنا جبنا الورقه دي وخلاص. يعني انا برضو بقول له ان هو غلطان، بس مش بقولها له بالطريقه المباشره، بالطريقه اللي تناسب شخصيته، اللي بالطريقه اللي هو يقدر يفهمها ويتعامل معاها ويستفيد منها. كمان لما اجي اتعامل مع اللي قدامي لازم الاقي نقط التقاء. هي العبره مش ان انا شايف يمين وانت شايف شمال يبقى هنفضل انا يمين وانت شمال ومختلفين على طول في الكلام، لا مش دي الفكره. الفكره فكره ايه؟ هو بيقول انا بصلي، انا بصوم، انا بأدي الزكاه، لكني انا عندي مشكله ان انا مش حاسس ان انا قريب من ربنا. هو بيقول كده، هو حاسس كده. طب انا بقى وجهه نظري ان اللي بيأدي زكاته وبيأدي صلاته وبيقوم بصيامه طبيعي ان يبقى عنده شعور بحب الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليه وبيقرب منه وكمان بيحببه فيه. دي وجهة نظري وهو وجهة نظره غير كده. طب انا ممكن اتفق معاه في ايه؟ التقي معاه ازاي؟ اقرب منه ازاي؟ ماما بتقول بلاش تروحي المشوار الفلاني عشان المشوار دوت انا شايفه ان هو مش صح ان البنات تروح اعياد ميلاد، انا شايفه ان البنات المفروض ما تتاخرش بره عن وقت معين، انا شايفه. دي وجهة نظر ماما.
ده موضوع. انا وجهه نظري ان انا بقيت كبيره، انا بقيت فاهمه، انا بقيت واعيه. ايه اللي يمنع ان انا اروح؟ هو في ايه؟ هو انا ليه اقطع علاقتي بزمايلي؟ طب ما هم جولي في عيد ميلادي قبل كده. دي وجهه نظري. اما اجي بقى التقي معاها واتعامل معاها، الذكاء العاطفي ان انا اعمل ايه؟ ان انا امسك النقط اللي احنا متفقين فيها واضغط عليها واتك عليها وابرزها. زي مثلا يا ماما، انا عارفه انك بتحبيني جدا، وانا كمان بحبك قوي، وكمان مصدقاكي انك انت خايفه عليا، وعارفه ان ممكن يكون في احيانا اعياد الميلاد او ان السهر الوقت متاخر، او ان انا اروح لواحده صاحبتي في مكان معين، او عارفه ان ده ممكن شيء يقلقك. شوفوا الدخله عامله ازاي. يعني انا الاول بعترف لك او بقول لك او بوصل لك انا مقتنع بكلامك في ايه، انا قريب منك في ايه، ايه النقط اللي انا ملتقي معاك فيها، احنا اتقابلنا هنا فين. وكمان بقى بنقل لك بقى وجهه نظري بالراحه، بالطريقه اللي هي تخليك في الاخر بحفزه ان هو يقبل رايي، وانا برضو اتقبل جزء من رايه. ما هو مش الفكره كلها ان هو طب انا هوعدك ان انا هروح ومش هتاخر. طب انا بص يا ماما ممكن اروح واخد معايا اختي او اخد معايا اخويا. طب انا مثلا في موضوع ربنا وعلاقتي بربنا، طب انا اقول له مثلا ايه، دايما بعد الصلاه اختم الصلاه بعد ما تسبح ادعي ربنا شويه واتكلم اكنك بتتكلم مع اي حد. شوف كده ما بتتكلم مع حد وبتفضفض، فضفض لربنا، نقول يا رب، يا رب حل لي مشكلتي، يا رب استرها معايا، يا رب انت اللي تقدر تغير الدنيا كلها، يا رب في غمضه عين حالي ناجي ربنا وخاطبه. وشوف كده احساسك بيه ايه. ممكن اديله فكره او اقربه من الموضوع، اقابله في حته، انا اقابله، مش لازم اقول له انت غلط ولا صح. ممكن استخدم حاجه اسمها البارافريز، اللي هو ان انا اعيد صياغه الكلام اللي بيقوله. يعني في ناس لما بتيجي تتكلم معاهم بتحس ان هو عايز يستحوذ عليك كليا. يعني هو بيجي يتكلم مثلا، ما ينفعش تتكلم وهو بيكلمك وانت عمال ماسك الموبايل مثلا بتعمل فيه وبتاع وبتبص له ايوه، يعني هو حاسس ان انت مش معاه. او مثلا ان انت بتكلمه وبتتفرج على حاجه، او بتكلمه وحد تاني بيكلمك فبترد على حد تاني وترجع تتكلم معاه. او انت بتكلمه ومثلا ايه سرحان وانت مش باصص له. يعني هو ما تحسسوش ان هو فقدك في الكلام، ما تحسسوش ان انت بعدت عنه وهو بيتكلم. فانا ممكن لو انا عندي حته ان انا اهتماماتي كتير ومشاغلي كتير، وان انا اللي قدامي ده مديله جزء من وقتي، بس انا حاسس ان ده هيضغط عليا او هيضيع مني جزء من وقتي، ان انا وانا بتعامل معاه ممكن اعمل اللي هو البارافريز ده، اللي هو ان انا اصيغ له اللي هو كان بيقوله في جمل في بعض الاحيان وهو بيتكلم، تحسسه ان انا فاهم اللي هو بيقوله وان اللي فات ده انا كنت معاه فيه. زي مثلا ان هو بيقول ايه، وسافرت وبعد ما رحت هناك لقيت البواب مش قاعد وانا اصلا سايب له المفتاح، وهو انا كذا مره منبه عليه ان هو ما يسيبش المكان بتاعه. هو انا بروح غير في الصيف، الراجل ده انا عايز امشيه اصلا، انا مش هقعده تاني. انا عمال يتكلم في موضوع معين، هو بيتكلم، انا برضو مشغول بحاجات تانية بسمعه ومركز معاه وحاسس بيه، بس عارف ان موضوع البواب ده يعني اخره في رايي انا مثلا، انا راجل مثلا ادارجي شويه، عارف ازاي اخلي البواب يلتزم بحاجه معينه انا بقولها، وشايف ان اللي هو بيقوله ايه مكبر الموضوع شويه او مضخمه شويه. طب تمام، فانا وانا بتكلم معاه هقوم اعمل حاجه تانية او هبص على حاجه تانية او افكر في فكره تانية. بس هو لو حس ان هو فقدني وانا بتكلم معاه هيبدا يغيب عني، او يحس ان انا مش حد هو متضايق انه يقعد معاه، مش حابب يقعد معاه لان هو مش قريب منه، مش حاسس بيه، ما بيتشغل عنه وهو بيتكلم. فممكن بقى مثلا هو بيتكلم كده يقول له ايه، انا ارد بقى اقول له اعيد صياغه الجمله، مثلا اقول له ايه فعلا هو المفروض يعني انت ده شغلك، يعني انت بواب، المفروض دي شغلتك، قاعد في مكانك، حافظ على مكانك، حافظ على لقمه عيشك. هو المفروض فعلا كان يبقى موجود، بس برضو ايه رايك ان كنا يعني اديله يا عم اديله تليفون وانت رايح. اتمنى تكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم، واتمنى ان دايما نكون بنفيد بعضينا في الحلقات بتاعتنا في جملتين وبس. اشكركم.